والحقيقة اسمحوا لي نقول لكم بكل صدق، تخيلت أنه الانتقادات غتكون لاذعة وقاسية، وهذا مفهوم، لكن ما تصورتش السوء ديال الكلام يوصل لديك الدرجة ويختلط بالكذب وحنا في رمضان، والبهتان والأمور المضحكة والمخجلة والتي لا يمكن أن يصدقها مجنون أحرى عاقل. وقلت في نفسي واش بحال هذا الكلام الإنسان خصو يرد عليه. وتأسفت على بلادي أن بعض الأحزاب ذات المجد العريق أصبح يرأسها من يأتي لكي يلقي البهتان العظيم والكبير ويشكك في رئيس الحكومة ويسائله عن علاقاته بالمخابرات الإسرائيلية في هذا الوقت. يا للأسف الشديد